هذا المقطع فيها الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من يعاني في هذه الدنيا، وما أكثر معاناة الناس اليوم، فأرجو من الجميع الإنصات بالقلوب قبل الآذان، فخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. اليوم إن شاء الله تعالى سأخبركم بمعلومة عظيمة من القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى، سينتفع بها الجميع، وبالأخص من كان مهموم أو تراكمت عليها الهموم في هذه الأرض، من كان له أهداف أو هدف ولم يستطع تحقيقه، من كان يعاني من صعوبة العيش رغم أنه يبذل كل الأسباب ولكن دون جدوى. إذا كنت كلما اتجهت نحو هدف أو باب من أبواب هذه الدنيا يتم إغلاقه أمامك، وكانت التعطيلات والنحس يحيطان بك أينما حللت أو ارتحلت، فاليوم في هذا المقطع إن شاء الله تعالى فيه معلومة فيها الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعاني في هذه الدنيا وأصبحت معاناتك لا تطاق، إذا كنت مسحور أو محسود أو مصاب بأي إصابة روحية جعلت حياتك أغلبها شقاء وصعوبات، إذا كنت تعاني من صعوبة في الرزق وشدة وعسر في العيش، فما عليك إلا أن تقوم بالآتي: أولاً أن تتجه إلى طريق الله، تعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى وتتمسك بحبله وتنفذ كل ما أمر الله به ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذ هذه الآية كورد تقرأها ليليا كل يوم. الآية التي فيها الفرج لكل ما ذكرت سابقا هي موجودة في سورة الشورى، الآية رقم 28، رقمها الباطن هو 92، والرقم 92 هو جمل اسم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رقم ترتيب سورة الليل في فهرس القرآن الكريم. تكرار هذه الآية يجب الالتزام بالتكرار وقراءة هذه الآية 120 مرة. تكرر هذه الآية 120 مرة، ويستحب أن تكون القراءة ليلا، ويستحب أكثر أن تصلي ركعتين قبل أن تقرأ هذه الآية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله وبنية أن تبث وتشكو شكواك وهمومك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إذا كررتها 120 مرة، تكرار الآية 28 من سورة الشورى هو 120 مرة. وما أدراك ما هو الرقم 120؟ الرقم 120 سيغير حياتك إن شاء الله تعالى. للأرقام أسرار كبيرة جدا، الأرقام هي البوابات. الرقم 120 إذا كررت هذه الآية وداومت عليها ليليا 120 مرة تبطل بها الأسحار. هذه الآية فيها الفرج من الله سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة بأمر الله. هذه الآية تنقلك من الفقر إلى سعة الرزق. وأرجو من الجميع الدعاء، لا نريد منكم غير الدعاء. هذه المعلومة معلومة خالصة ومعلومة حق. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. في هذه الآية إن شاء الله تعالى تفريجا للهم وتنفيسا للكرب، وبها تحقق أهدافك
إن شاء الله تعالى برحمته وبفضل الله سبحانه وتعالى. أرجو من الجميع أن يعملوا أو تعملوا بما ذكرت لكم في هذا المقطع، ففيه الخير العظيم وفيه فائدة كبيرة للجميع. أسأل الله العظيم أن يشفي جميع أمراض المسلمين والمسلمات، وأن يفرج عن جميع المهمومين، وأن يحقق أهداف الصالحين والمستضعفين في هذه الأرض. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.